السلام عليكم. أنا سميتي دونغين كيم من كوريا الجنوبية. أنا أسوسيشن ديال فيجن كير. أنا جينا المغرب لمدينة سويرة باش نديروا عملية جلالة للعيون باش نحيدوا جلالة عملية. في إطار استراتيجية صفر موعد بالنسبة للعمليات الجراحية، ومرة أخرى المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة يحتضن في ظرف أقل من 7 أشهر حملة جراحية أخرى لجراحة مرض الكاتاراكت أو الجلالة. هذه المرة بتنسيق مع منظمة كارفيرجن سيرفيس، وهي تتكون من أطباء اختصاصيين جراحين من كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك بتنسيق وبمشاركة فريق البروفيسور عبد الجليل المتوكل رئيس مصلحة جراحة العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك بمشاركة طبيبتين اختصاصيتين في جراحة وطب العيون بالمستشفى الإقليمي، ومشاركة كذلك طاقم تمريضي تابع للمستشفى. هذه الحملة جاءت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك من طرف جمعية سند لدعم قطاع الصحة العمومية بالصويرة. هذه الحملة ستدوم على مدى هذا الأسبوع من 7 ل 11 نوفمبر 2022، وسيستفيد منها حوالي 200 مريض يعانون من مرض الجلالة أو الكاتاراكت. وإن شاء الله ما غاديش تكون هذه هي الحملة الوحيدة، فالمندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة عندها واحد المخطط عمل في مجموعة ديال الحملات الطبية والحملات الجراحية، سواء العامة سواء المختصة في طب العيون. زوين داك الشيء تبارك الله، الله يعطيهم الصحة. الناس اللي فكروا في هذه المبادرة وداروها الله يعطيهم الخير، الله يجزيهم بخير. هذا الشيء عمل جيد، داك الشيء داز أحسن ما يرام. ما كاينش جوج دقائق تبارك الله، داك الشيء داز ما حسيتش بشي حاجة نهائيا. أول مرة كنت حيد الظفر، ولكن دابا حيد جلالة. يا سيدي هاد الناس الله يجزيهم بخير، داروا هذه المبادرة الله يجزيهم بخير.